كان يا مكان حدوتة مش من زمان، بتحصل كل يوم وبيعيشها ولاد وبنات في كل مكان. كان في مرة بنت اسمها هنا عندها 5 سنين. هنا كانت ذكية قوي وشقية قوي قوي، كانت بتحب تلعب وتكتشف حاجات كتير بنفسها، بس أحيانا لما يحصل حاجة غلط أو لما هي تعمل حاجة غلط كانت بتسكت أو تقول حاجة غير اللي حصلت فعلا عشان بابا ما يتضايقش أو ماما ما تزعلش منها. وفي يوم كانت هنا بتلعب في أوضة ماما ولقت علبة ميك اب جديدة على التسريحة، فتحتها وفضلت تجرب الألوان على وشها، وبعد شوية العلبة وقعت وكل اللي فيها اتكسر وباظ. هنا قلبها دق بسرعة ومسحت وشها من الميك اب وجريت بره الأوضة. ولما ماما ندهت عليها وسألتها مين يا هنا اللي دخل أوضتي، هنا خافت تزعل ماما وقالت بسرعة وهي باصة في الأرض أنا ما دخلتش، ممكن ياسين أخويا. ماما بصت لهنا مستغربة إنها ما قالتش الحقيقة مع إنه كان باين عليها، بس سكتت وسابتها تقول الحقيقة لوحدها. أما هنا مع إنها افتكرت إن ماما ما عرفتش إن هي اللي عملت كده ولا في حد سألها تاني، بس فضلت حاسة إنها متضايقة من نفسها طول اليوم. وبعد كام يوم هنا قابلت بنت خالتها ملك عند جدتها. ملك كانت جايبة شوكولاتة ليها والهنا وقعدوا ياكلوها في أوضة جدتها، بس في حتة شوكولاتة وقعت من ملك على السجادة وداست عليها من غير ما تاخد بالها. فلما خالتها دخلت قالت مين اللي عمل كده في السجادة؟ ملك ردت بسرعة وقالت أنا أسفة، أنا كنت باكل شوكولاتة ووقعت مني، أنا هنضفها. هنا استغربت وقالت لملك بعدها وهم لوحدهم إزاي قلتي الحقيقة كده؟ ما خفتيش؟ ملك ضحكت وقالت أكيد كنت خايفة عشان غلط، بس لما بقول الحقيقة ماما بتساعدني نحل المشكلة، ولو خبيت ممكن المشكلة تكبر. هنا قالت لها بس ساعات بيزعلوا لما بنغلط. ملك قالت أيوة بيزعلوا من الغلط اللي حصل مش مننا، بس لو عرفوا مننا الحقيقة بيساعدونا وكده نبقى شجعان. انتي عارفة يا هنا لو ما قلتش الحقيقة والسجادة باظت وتوسخت أكتر ساعتها ماما هتزعل أكتر. هنا فضلت تفكر في كلام ملك كتير. وفي اليوم اللي بعده في آخر دقيقة في حصة الفنون في المدرسة الميس قالت لهم بكرة يا ولاد هنعمل نشاط بالطين وكل واحد هيشارك لازم يجيب جوانتي عشان ايديه ما تتوسخش. هنا نسيت تقول لمامتها على المطلوب، ولما راحت المدرسة من غيره تاني يوم خافت تقول للميس نسيت فما تخليهاش تشارك، فقالت بسرعة يا ميس ماما كانت مستعجلة وما لحقتش تجيبهولي. الميس ردت عليها بابتسامة وقالت لها ماشي يا هنا مفيش مشكلة، بس المرة الجاية فكريها. وفي آخر اليوم الميس قابلت مامة هنا بالصدفة وقالت لها المرة الجاية يا ريت حضرتك تبعتي مع هنا الجوانتي عشان ايديها اتوسخت قوي النهاردة. ماما بصت لهنا وقالت لها جوانتي ايه؟ الميس قالت هنا بتقول انك ملحقتيش تجيبيه، مش مشكلة اكيد كنتي مشغولة. ماما بصت لهنا مستغربة الكلام اللي بيتقال، وهنا حست انها حرانة وجسمها سخن من كتر الكسوف عشان ماما عرفت انها قالت للميس حاجة ما حصلتش. هنا حست بإحساس وحش قوي، هي ما كانتش تقصد تزعل ماما، بس الكلمة الصغيرة اللي قالتها خلت شكل ماما قدام الميس مش حلو خالص. لو كانت قالت للميس إنها نسيت تقول لماما على الجوانتي كانت هتقول لها ما تعمليش النشاط، وهنا كان نفسها تعمل النشاط ده قوي، بس اللي حصل إن الميس قالت لها مش مشكلة واعملي معانا النشاط عادي حتى لو نسيتي، ما هو كلنا ممكن ننسى وكلنا ممكن نغلط. وبالليل كانت ماما بتسرح لهنا شعرها قبل النوم وقالت بهدوء عارفة يا هنا الواحد لما يقول حاجة مش حقيقية حتى لو كانت صغيرة ممكن تعمل مشكلة كبيرة وتضايق الناس اللي بيحبونا. هنا قالت أمال نعمل إيه؟ ماما قالت لها لازم نقول الحقيقة، ما ينفعش نفكر لوحدنا نغيرها عشان محدش يتضايق، لأنه لما يعرف الحقيقة في الآخر هيتضايق أكتر. هنا سكتت وفهمت إن ماما عارفة الحقيقة ومستنياها تقول أنا أسفة، بس هنا ما كانتش شجاعة وكانت مكسوفة من نفسها قوي. وفي آخر الأسبوع حصل موقف أكبر. ماما كان عندها شغل على اللابتوب وهنا عمالة تلف حواليها بتدور على حاجة، فماما قالت لها حبيبتي روحي العبي مع أخوكي بره عشان في شغل مهم قوي لازم أخلصه. هنا كانت بتدور على رسمة قديمة كانت رسمها وكانت متأكدة إنها في درج مكتب ماما،
ولما ماما خرجت من الأوضة تتكلم في الموبايل دخلت هنا بسرعة وفضلت تدور في الدرج بسرعة قبل ما ماما ترجع لحد ما خبطت كوباية العصير اللي جنب اللابتوب، وكل العصير وقع على اللابتوب وحواليه. هنا اتخضت ومسحت بسرعة بمنديل على اللابتوب وجريت على أوضتها، بس ما خدتش بالها إن كان في عصير واقع حوالين اللابتوب. رجعت ماما حاولت تفتح اللابتوب ما اشتغلش، وشها اتغير وقالت بصوت فيه قلق هو مش بيفتح ليه؟ وخدت بالها إن في عصير واقع حوالين اللابتوب، وندهت على هنا وقالت لها يا هنا انتي دخلتي الأوضة وأنا بره؟ هنا بصت على الأرض وقلبها بيدق بسرعة وسكتت. ماما قالت بهدوء أنا بس عايزة أعرف إيه اللي حصل عشان أشوف هتصرف إزاي، مش عشان أزعق. وقبل ما هنا ترد افتكرت ساعتها جملة ملك لما قالت ولو خبيت ممكن المشكلة تكبر. وفكرت هنا تعمل زي ما عملت قبل كده لما الميك اب اتكسر وتقول ياسين اللي عمل كده، بس حست إنها هتبقى وحشة وإن ممكن ماما تزعل من ياسين من غير سبب، وكده هتعمل لياسين مشكلة هو ملوش ذنب فيها. قربت هنا من ماما وقالت بصوت واطي ودموع صغيرة في عينيها أنا دخلت يا ماما أدور على رسمة وخبطت الكوباية غلط غصب عني والعصير وقع على اللابتوب، أنا أسفة يا ماما، أنا كنت خايفة فمشيت بسرعة. ماما سكتت ثواني وبعدين حضنت هنا وقالت لها بصي يا هنا أنا زعلانة على اللابتوب، بس بصراحة أنا فخورة بيكي إنك قلتي الحقيقة، الغلط بيتصلح بس الكذب حاجة وحشة قوي وعمره ما بيصلح مشكلة. هنا مسحت دموعها وقالت أنا مش هكدب تاني حتى لو خفت، هقول بعد كده اللي حصل. وفي اليوم اللي بعده هنا راحت تزور جدتها زي العادة وقعدت معاها يتفرجوا على فيلم، وسمعت هنا في الفيلم حد بيقول الكذب ملوش رجلين، فسألت جدتها يعني ايه يا تيتا الكذب ملوش رجلين؟ ضحكت جدتها وقالت ملوش رجلين فما بيعرفش يهرب، دايما بيتكشف وساعتها بيوقع صاحبه في مشاكل كتير. هنا ابتسمت وقالت ايوه يا تيتا صح الكلام ده. ومن اليوم ده هنا ما بقتش تحس ان في حاجة جواها مضايقاها ولا ان قلبها بيدق بسرعة وانها مكسوفة ومش عارفة ترد، بقت شجاعة تقول الحقيقة حتى لو غلطت، لانها عرفت ان الشطارة مش انك تهرب من الغلط، الشطارة انك تقول انا عملته وتصلحه وتحاول ما تعملوش تاني. وخلص الكلام، استنوني وهستناكم في حكايات كتير قدام.